عايزين تعملوا حاجة سريعة ولذيذة في نفس الوقت، يبقى طاجن مكرونة بالفراخ مع ميكس الجبن خطير. اول حاجة هقطع صدور فراخ قطع صغيرة، وبعدين هضيفها بقى في حاجة غويطة كده وابدأ اتبلها بملح وفلفل وكمان شوية كده من الكمون ونص معلقة من البابريكا وشوية من الريحان ورشة من جوز الطيب، ودي اختياري. هسيبها بقى على جنب شوية لغاية ما اجهز الخضار. هقطع فلفل اخضر وفلفل الوان وكمان بصلايه في حله بقى مع شويه ميه وملح. نسلق المكرونه لغايه ما نجهز الفراخ، شويه زيت ونكون معليين النار وندي صدمه للفراخ عشان تبقى جوسي، وكمان ننزل عليها بقى البصل اول ما الفراخ تغير لونها، وبعدين هنضيف معلقه صغيره من الثوم المفروم دقيقه كده وانزل الخضار واقلب، وبعدين هنزل معلقه كبيره من الصلصه، ربع كوبايه من الميه واسيبها شويه كده استوت. اول ما تشرب الميه هشيلها. المكرونه بقى بعد ما صفيتها هضيف عليها بقدونس وجبنه رومي مبشوره وكمان جبنه موتزاريلا ورشه من الملح ورشه من الفلفل واقلب كويس، وبعدين